ويلا بينا نبدأ قصتنا. في يوم من الأيام كان في أمير سمع عن قاضي في بلده الكل بيشكر فيه وبيقولوا إنه عادل جدا ومفيش حد يقدر يضحك عليه أبدا، لا بمكر ولا بخداع. الأمير حب يتأكد بنفسه فقال أنا هلبس لبس تاجر وهنزل أشوف بعيني. وفعلا لبس زي تاجر بسيط وركب حصانه واتجه على المدينة. وهو داخل من بوابة المدينة قرب منه راجل متسول شكله غلبان وقال له اديني حسنة لله. فالأمير اللي هو متنكر في هيئة التاجر مد ايده واداله قرشين، لكن المتسول مسك فيه وقال له خدني معاك لحد ساحة المدينة الله يكرمك. الأمير اتفاجئ شوية في البداية بس قال ماشي وركبه وراه على الحصان. ولما وصلوا ساحة المدينة والأمير قال له يلا انزل بقى وصلنا، المتسول بصله وقال له بمنتهى الثقة أنزل إيه؟ ده الحصان حصاني. الأمير اتصدم وقال له إزاي يعني؟ فضلوا يتخانقوا وتجمع الناس حواليهم وفي الآخر قالوا لهم روحوا للقاضي هو اللي هيحكم ما بينكم. وفعلا راحوا المحكمة وكانت زحمة جدا والناس كلها قاعدة مستنية دورها والحاجب بينادي على المتخاصمين. الأول دخل نجار وسمان وكانوا ماسكين محفظة وكل واحد بيقول إنها بتاعته. النجار قال أنا اشتريت منه سمنة وأول ما فتحت المحفظة عشان اديله الفلوس خطفها مني. فقام السمان قال ده كداب، هو اللي حاول يسرقني، أنا اللي طلعت المحفظة عشان أفك له ذهبية وهو خطفها مني. القاضي بص ليهم وقال بكل هدوء سيبوا المحفظة هنا وتعالوا بكرة. جه بعديهم دور التاجر اللي هو الأمير المتنكر والمتسول وحكوا اللي حصل قدام الناس. فالقاضي قال لهم برضو سيبوا الحصان هنا وتعالوا بكرة.